السلام عليكم. شايفين اللي قدامكم ده واحد اتضرب اكتر من 16 ضربة على راسه وفكه مخلوع بالكامل. الطبيعي ان اي حد مكانه هيكون ميت او على الاقل مش قادر يتحرك من مكانه، لكن اللي حصل مع بيتر كان شيء مرعب. فهو صحى من نومه وبدأ يعمل الحاجات اللي متعود عليها كل يوم، وبيجهز نفسه علشان يروح شغله وكأن مفيش اي حاجة حصلت له. وفي النهاية ساب اغرب مسرح جريمة ممكن حد يشوفه في حياته. طيب هو ايه اللي حصل معاه؟ والسؤال الأهم، مين اللي عمل فيه كده؟ وهل البوليس وصل للجاني؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. تابعوا معايا الفيديو للنهاية. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. معاكم رانيا ماضي ودي قناتكم حكايات براند. الجريمة دي كانت من أصعب الجرائم اللي تم حلها، وده مش بسبب مهارة القاتل ولا حتى مكره، ولكن بسبب اللي حصل بعد ما ارتكب الجريمة ومشى. بس هو إيه اللي حصل بالظبط؟ نرجع للبداية. بيتر بوركو كاتب محكمة عنده 52 سنة، ومراته جوان مدرسة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندهم ولدين هما جوناثان عنده 23 سنة بيشتغل في البحرية الأمريكية، وكريستوفر عنده 21 سنة طالب في الجامعة. في الساعات الأولى من يوم 15 نوفمبر سنة 2004 راح بيتر بوركو ومراته جوان علشان يناموا، بس اللي حصل لهم وهم نايمين كان شيء فظيع. الاتنين اتعرضوا لهجوم، واحد دخل ضربهم بفاس كبير وتقيل. بيتر اتضرب أكتر من 16 ضربة في الراس، اخترقت جمجمته وكسرت دماغه وخلعت فكه بالكامل. ومراته جوان اتضربت بنفس الفاس أكتر من مرة في راسها، ولكن لحسن حظها فضلت عايشة، ولكن وشها بقى مشوه تماما. والصبح لما اتأخر بيتر بوركو عن شغله، ودي مش حاجة هو متعود عليها، فهو لو كان هيغيب أو يتأخر كان لازم يبلغ قبلها. فبدأ زمايله يتصلوا بيه، ولكن ما كانش في حد بيرد، ولا هو ولا مراته. فزمايله بدأوا يقلقوا وحسوا إن في حاجة غلط، وراح واحد منهم لبيت بيتر، ولكنه أول ما وصل حس إن في حاجة غريبة، لأنه لقى المفتاح محطوط في الباب من بره. ولما قرب وبص من الباب لقى بيتر واقع في بركة من الدم، وطبعا بلغ البوليس على طول. البوليس أول ما وصل دخل البيت بالمفتاح الموجود في الباب، ولقى بيتر واقع في بركة من دمه قدام سلالم الدور العلوي وجمجمته مكسورة. وفي أوضة النوم لقوا مراته جوان على السرير، هي كمان مضروبة على راسها وإصابتها شديدة، ولكنها لسه عايشة، وطلبوا لها على طول الإسعاف. وكانت الجريمة غريبة ومخيفة، ووقف المحققين قدام لغزين. اللغز الأول، مين اللي ارتكب الجريمة البشعة دي؟ أما اللغز التاني فهو إيه سبب وجود بيتر في الدور اللي تحت مع إن مراته في سريرها في الدور اللي فوق؟ هل ده معناه إن حصل هجومين منفصلين على الرجل ومراته، ولا في حاجة أغرب من كده بكتير هي اللي حصلت؟ وبعد ما طلبوا الإسعاف لجوان راح المحقق علشان يسألها مين اللي عمل فيكم كده، لأن المحقق اعتقد إن دي ممكن تكون لحظاتها الأخيرة، وممكن تكون آخر فرصة علشان يسمع جوابها. ولأنها مش قادرة تتكلم فكان ردها بحركة من راسها. فسألها انت عارفة الجاني؟ هزت راسها بأنها تعرفه، وبدأ يقترح عليها أسامي وهي تهز راسها لحد ما قال لها جوناثان ابنك؟ عطت إشارة براسها بأنه لأ، ورجع سألها هل كريستوفر ابنك؟ فعطت إشارة براسها بأنه أيوة هو كريستوفر. وبعدها اتنقلت للمستشفى ودخلت في غيبوبة. جوان كانت مصابة بإصابات شديدة في الراس، وفقدة الواحدة من عينيها، وفقدت جزء من جمجمتها، وكان عندها تشوه كبير في الوش. وكان على السرير جنبها في فاس ورث للعيلة، وهي دي كانت أداة الجريمة. وبسبب اللي قالته الأم ركزت الشرطة تحقيقاتها على كريستوفر، واللي كان عايش في السكن الجامعي على بعد 300 ميل تقريبا. ولكن خلونا نرجع للأب، الراجل اللي اتضرب أكتر من 16 ضربة في الراس بفاس تقيل وحاد، وراسه تقريبا متكسرة وفكه مخلوع بالكامل. من الطبيعي انك تعتقد ان راجل في حالة زي دي يكون ميت، او على الاقل مش قادر يتحرك من مكانه. ولكن بيتر صحى من النوم، قام من السرير وبدأ يومه عادي جدا، ولا كأن في اي حاجة حصلت له، ومن غير ما يحس بحالته الخطيرة ولا حتى ياخد باله من مراته اللي بتنزف جنبه على السرير. بيتر بدأ يومه زي كل يوم، دخل الحمام وبعدها غسل وشه اللي نصه مش موجود، وغسل سنانه اللي ما كانتش في مكانها. وبعد ما طلع من الحمام قدر ينزل للدور اللي تحت، وراح المطبخ
ويظهر إنه معجبهوش إن الأطباق محتاجة تتغسل، فحطها في غسالة الأطباق علشان يغسلها. وبعدها حضر القهوة وراح للتلاجة حضر فطاره وحطه في الشنطة علشان ياخده معاه للشغل. كل ده وهو نص ميت. ولو فاكرين إن كل اللي عمله ده غريب، فتعالوا نشوف الأغرب. الأغرب من كل ده إنه كمان طلع بره البيت علشان ياخد الجريدة، وهو بره قفل الباب على نفسه بالغلط من غير ما يحس. والمرعب إنه كان عنده إدراك كافي يخليه يفتكر إن في مفتاح احتياطي موجود تحت زرعة مميزة في الجنينة، وقدر فعلا يلاقي المفتاح ويفتح الباب ويدخل البيت مرة تانية من غير أي مساعدة. وبعد ما دخل البيت يظهر إنه حس بدوخة شوية، فقعد على الكرسي اللي في الصورة قدامكم. وبعدها قرر إنه يطلع للدور اللي فوق تاني، ولكنه أول ما جاي يطلع أول سلمة كان خلاص وقع ومات بسبب النزيف. وراح بيتر وساب وراه أغرب مسرح جريمة في التاريخ، مسرح جريمة في دم في كل مكان، وكان صعب على أي محقق إنه يعرف يحل قضية بالشكل ده. التحاليل النهائية والطبية للحالة اللي مر بيها بيتر بتقول يظهر إن ضربات الفاس سببت في ضرر شديد في جزء حساس في مخه، خلاه يفقد إدراكه وإحساسه، وإن اللي كان بيخلي بيتر يتحرك بالشكل ده هو عقله الباطن، كان بيخليه يعمل الحاجات اللي كان متعود يعملها كل يوم الصبح، ولكنه ما كانش مدرك لأي حاجة ولا حاسس بأي حاجة، فهو تقريبا ميت. وكان بيتر في حالته دي أقرب حاجة للزومبي، ميت بيمشي ويتحرك كأنه شخص طبيعي. تخيل لو انت شفت شخص في حالة زي دي، راجل متغطي بالدم ونص وشه مش موجود وفكه مخلوع وبيمشي بشكل طبيعي ولا كأن في أي حاجة حصلت له، ايه هيكون رد فعلك؟ خلينا نكمل. جوان بعد فترة فاقت من الغيبوبة، ولما فاقت غيرت كل أقوالها وقالت إنه مستحيل ابنها كريستوفر يعمل كده فيها وفي بيتر. ولما واجهها المحقق وقال لها انت قلتي كده، قالت يمكن ما كنتش في وعي، وأكيد ما كنتش في وعي. قلب الأم مش قادرة تتخيل إن ابنها ممكن يكون عمل فيهم كده فعلا، وبقت تدافع عن ابنها كريستوفر باستماتة، وبقت تحاول تبعد الشبهات عنه قدام الإعلام، وكانت بتقول سيبوا ابني في حاله. وبكده شهادة الشهادة الوحيدة في القضية اتغيرت، ورجعت الشرطة تدور من أول وجديد. وبعد البحث والتحقيق عن كريستوفر، وبعد ما سألوا زمايله في السكن الجامعي، قالوا إن ليلة الحادثة كانوا سهرانين هما وكريستوفر قدام التلفزيون، وإنهم شربوا كتير ودخلوا يناموا. وكريستوفر قال إنه عايز ينام على الكنبة اللي قدام التلفزيون، ولما صحوا الصبح لقوا كريستوفر نايم هناك فعلا. وبعدها بشوية بلغته الجامعة بالحادثة. بس خلينا نرجع بالزمن شوية لورا. اكتشفت الشرطة إن قبل 8 شهور قام كريستوفر بالسطوة على بيت أهله وسرق جهازين لابتوب وباعهم على موقع اي باي، واستعمل صورة أخوه جوناثان، وسرق كاميرا غالية من أبوه. ولقوا رسايل بين بيتر وأبوه بيحذروا فيها بإنه ما يحاولش يزور توقيعه مرة تانية، وبيقوله إنه هو وأمه زعلانين من اللي هو بيعمله، وكان بيلومه على درجاته القليلة، وإنه عرف إنه مش بيحضر محاضراته ومقضي وقته في الحفلات مع أصحابه. وقال له كمان إنه جمد حسابه في البنك وإنه مش هيديله ولا مليم تاني. وغير كده اكتشفوا إن في ديون كتيرة على كريستوفر، فهو كان بيمر بأزمة مالية، وكان عليه كروت كتيرة اقترضها عن طريق تزوير اسم أبوه، وتقريبا كان فاكر إن المشاكل دي ممكن تتحل لو قتل أبوه. ده غير إنه في مرة انتحل شخصية أخوه واتكلم مع العملاء اللي بيطالبوه بالديون على أساس إنه جوناثان، وقال لهم إن كريستوفر مات، بس طبعا العملاء عرفوا إنه بيكذب عليهم، ودي كانت أسباب كافية لتوجيه أصابع الاتهام مرة تانية لكريستوفر. بس الشرطة كانت عايزة دليل قاطع علشان تقدر تثبت التهمة عليه، واكتشفوا إن محدش يقدر يعطل جهاز الإنذار في البيت إلا لو كان حد يعرف الرقم السري، وإنه لازم يكون حد من العيلة. واكتشفوا إن القاتل كسر جهاز الإنذار بعد ما عطله علشان يخلي الشرطة يفتكروا إن في حرامي هو اللي عمل الجريمة دي. أما جوناثان أخوه فكان بيقول إنه مش بتعجبه شخصية أخوه، وإنهم مفيش بينهم أي تقارب، فهو تصرفاته كلها غلط، وإنه دايما بيمثل على أصحابه إنه واحد من عيلة غنية عندهم بيوت على البحر. ولكن مع كل ده كان كريستوفر بيحاول ينكر ويقول إن عنده شهود تثبت إنه مرحش في حتة، وإنه كان في السكن الجامعي، لحد ما ظهر دليل ما كانش يقدر كريستوفر إنه ينكره. سجلت 4 كاميرات أمنية بالجامعة عربية جيب صفرة بتطلع من الحرم الجامعي الساعة 10:30 يوم 14 نوفمبر، ورجعت تاني يوم الصبح الساعة 8. وكاميرا مراقبة لواحد من جيران عيلة بوركو صورت نفس العربية بمدخل بيت عيلة بوركو وقت الهجوم، ودي كانت عربية كريستوفر.
وبكده كريستوفر وقع، وبدأت محاكمته يوم 27 يونيو سنة 2006. المشكلة إن الأم لآخر لحظة مش متخيلة إن ابنها عمل كده، ودي صورة للأم وهي إيدها في إيد ابنها وهم رايحين للمحكمة علشان جلسة محاكمة كريستوفر، واللي انتهت بالحكم عليه بالمؤبد 50 سنة سجن بسبب الأدلة اللي كانت واضحة ضده. ولكن يقدر كريستوفر يطلب طلب إطلاق سراح مشروط في سنة 2052، يعني بعد 27 سنة كمان، وهيكون وقتها عنده 69 سنة. يعني في النهاية قتل أبوه وشوه أمه وضيع عمره كله في السجن. وبكده انتهت القصة المرعبة لأغرب مسرح جريمة في التاريخ. هستنى رأيكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو انت مشترك ما تنساش تعمل شير في كل مكان، دعمكم مهم قوي عشان نقدر نكمل. ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا في التعليقات. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.